هنكتشفها مع دكتورة شهيرة بأهلها وحكاياتهم المثيرة، والبداية من هنا. دكتورة شهيرة، مساء الخير، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ أنا سمعت عن حضرتك كتير كمتخصصة في الأنثروبولوجي وبعدها في الاقتصاد، ورحلات حضرتك المختلفة للصحراء مش بس جوه مصر إنما بره مصر كمان، بالإضافة للأزياء، فنون كتيرة قوي حضرتك بتتميزي بيها. أنا عايزة ابتدي من الصحراء. أول رحلة صحراء طلعتها دكتورة شهيرة فوزي كان عندها وقتها 19 سنة، وده سن صغير خالص. ازاي الأهل اتقبلوا فكرة إن البنوتة الصغيرة دي تروح الصحراء، عالم ما نعرفش عنه، في خطورة كبيرة، الرجال بس هم اللي بيروحوا؟ ازاي أخدتي القرار وإمتى أخدتيه، وأول رحلة كان شكلها ازاي؟ حقيقة أنا ما خدتش أي قرارات خالص، وهي كل حياتي كانت عبارة عن صدف وحاجات الدنيا. يعني أنا كنت عيلة صغيرة قوي إن أنا آخد قرارات. أنا كنت بدرس اقتصاد في الجامعة الأمريكية، وكنت بعمل كورسز صغيرة في الأنثروبولوجي، مادة وعجبتني، ما كنتش أعرف حاجة عنها، اتعلمتها هناك. فكان أنا كنت مخطوبة، وكان فرحي بعد 20 يوم، وكان خطيبي عنده امتحانات، فبابايا اقترح عليا اروح رحله الجامعه بتاعت شرق اسيا علشان اسيبه يذاكر. فاستاذي اقترح عليا، قال لي طب ما بدل ما تروحي شرق اسيا ما تخلوها لما تتجوزوا وايه وطلعي احسن معانا رحله كده، احنا عايزين نشوف بحيره ناصر واثر التلوث عليها. وانا كنت عامله ستادي صغيره، دراسه صغيره عن القمامه وازاي بتطلع وازاي بتلوث. فرحت انا واستاذي وزميله ليا رحله في بحيره ناصر عشان اعمل تخيل لو سكن الناس حواليها هيرموا ايه في الميه وهتتلوث ازاي، وكانت حاجه هتاخد اسبوع. فقلت طب حاجه لطيفه، وساعتها كانت البحيره ما حدش بينزلها، كانت لسه جديده، السد العالي كانت بنى، كان الكلام ده سنه 77. فقلت طب اوكي، ورحت معاهم الرحله الصغيره دي عشان اسيب خطيبي يذاكر وعشان انا اروح ايه اكتر حاجة لفتت انتباه حضرتك او شدتك هناك وقتها، حبيتيها في الرحلة دي؟ هو انا طلعت الرحله دي على ان هنروح نشوف البحيره، فنزلت الميه في مركب بتاعه الفاو، مركب صغيره كده اهوت، ورحنا نشوف، لقينا صيادين. كل ما نمشي نلاقي مجموعه صيادين، نلاقي مجموعه صيادين. ابتدوا الصيادين دول يحاولوا يشتكوا من حاجه، وكان في ناس دول اسمهم العراقه، وكان في ناس اسمها المعلمين. وكل ما نيجي نكلمهم يجي واحد من المعلمين دول يقف ويحاول يخليه ما يتكلمش. فمره وانا معديه كده جوه البحيره انا وصاحبتي، فالراجل ابتدى يقول لنا احنا محبوسين، من فضلكم ساعدونا. يعني ايه محبوسين؟ نحاول نكلم حد تاني بيبعدونا. بعد شويه اتكلمت مع حد، قالوا ان هم خدوهم من قريتين اسمهم جهينه ومطيره في قنا، وادوا اهلهم كل واحد 50 جنيه وخدوهم يصطادوا سمك، واتفقوا يدوم 3 ساغ على كل كيلو. وان الولاد دول بقى لهم هناك 3 سنين وما روحوش، عشان كل سنه اخر السنه المعلمين يقولوا لهم بس انت اخدت جبنه وعيش وسجاير وسكر وشاي وبقى عليك 120 جنيه وانت اصطادتش سمك كفايه. والسمك كانوا بياخدوهم، وما كان اللانش ما بيجيش، فالبحيره كلها كانت متغطيه بسمك ناشف، فبالتالي مليانه عقارب وتعابين. الولاد دول عايزين يروحوا، وحاولنا نكلم يعني مجموعتهم بايتين في مراكب صغيره في وسط البحيره، وكذا حد كذا حد، مش الاولانيين بس، يعني فضلنا كده لغايه لما وصلنا قرب ابو سمبل وهم بيشتكوا. في واحد في الطريق استغاث بينا جدا، لو روحوني الحقوني هيموتوني هيعملوا. المهم استاذي وزميلتي، استاذي بالتحديد قال لا ما ينفعش ناخد حد معانا، وفول ستوب يعني. واحنا راجعين الراجل ده كان اتقتل، وقالوا ان في طار ومش طار وحاجات كده اهوت. وانا نفسيتي تعبت جدا ان الولد ده طلب يستغيث واحنا ما ساعدناهوش. ورجعت مصر من الرحله دي مش مبسوطه خالص، وانا مش متعوده اكذب، بس يومها قلت لهم ان انا ورايا حاجه مهمه جدا لازم انزل اكملها.
ما كانش ورايا حاجه محدده، بس كنت عايزه انزل اشوف ايه الحكايه ترجعي دي. تاني. بس انا قلت لا، انا لازم اروح عشان الحق فرحي، خلاص فاضل كام يوم لازم انزل. والمره دي انا نزلت لوحدي، انا والملاك النافيجيتور اللي عارف، كانت ساعتها النوبه لسه غرقانه، فمداين الجوامع بتعمل اوبستراكشن، يعني بتعوق المراكب المعديه، النخل العالي، فكان اللي عارف الارض شكلها ايه بيقدر يمشي المركب. والميكانيكي والبحار كانوا 3. وطلعت على اني هروح اشوف الصيادين دول، انا عايزه اعرف الحدوته دي بالظبط. ونزلنا وقابلتهم، ويمكن اقدر اعمل لهم بروبوز ان حد يساعدهم او حاجه. واحنا في نص الطريق قامت عاصفه جامده جدا. احنا كنا كل يوم بالليل واحنا في المركب ايام الصيادين دي، الصيادين بيرموا الشبك بتاعهم بالليل، فلو المركب فضلت ماشيه هتقطع الشبك. فعلى المغرب المركب اتعودت انها تدخل في خور، الاخوار دي اتكونت لما البحيره دخلت، فالجبال العاليه بقت توقف الميه في حتت. فمثلا ندخل 5 كيلو 4 كيلو ونركن المركب جوه، وكنت انزل ابص كده الاقي حيوانات زي الضبع، زي عمري ما شفتها قبل كده غير في جنينه الحيوانات. فانا ابص والحيوان يبص واحنا الاثنين نجري في نفس الوقت. طبعا انستراكشن ما تطلعيش ما تطلعيش، بس كنت بطلع، يعني حاجه غريبه بالنسبه لي قوي ان انا اشوف حيوانات مطلوقه كده في الجبال. وبالتالي ان انا وهم كنا بنخاف من بعض في نفس اللحظه وبنجري، ما حدش عايز يهجم على حد. المهم لما قامت العاصفه الجامده دي حاولنا نخش في الخور اللي جنبنا. العاصفه كان جامده، كان البحر كبير قوي حوالينا، عاده البحيره بتبقي شايفه جنبنا. في الحته اللي اسمها العلاقي دي ما كانش شايفين اي جناب. وفضلنا ندخل بالمركب في الشرق عشان ندور على اخر الخور، فاكرين 5 كيلو 10 كيلو. ابتدينا نتحرك للشرق الساعه 7 الصبح، وصلنا حوالي الساعه 6. يعني في الغالب دخلنا حوالي 80 90 كيلو. الخور ما كانش صغير، كان كبير. طويل. والبحار قال ان احنا هنضطر نركن هناك يومين 3 لغايه ما العاصفه دي تهدى عشان نكمل المشوار ده. هو الحته اللي وقفنا فيها ما كانش فيها صيادين، بس انا زي كل يوم بالليل طلعت على المركب وبقيت ابص بالباينوكلرز عشان اشوف الحيوانات وهلبس وانزل لهم. بس ساعتها الفجر ما لقيتش الحيوان ولا 2 اللي بيتمشوا اللي انا من عادتي اشوفهم. لقيت قطيع كبير جدا من الحيوانات، ومعاهم زي ما يكونوا بني ادمين. فدققت كده لقيت في ناس، رحت نازله، ولا افتكرت عقارب ولا افتكرت تعابين ولا افتكرت اي حاجه خالص. نزلت اجري ابص ايه ده، انا الخريطه اللي قدامي بتقول ان مفيش حاجه في المكان ده، ان الشرق ده مكان خالي من الحياه والنبات والحيوانات والبني ادمين. فنزلت ابص فيه ايه، لقيت بنتين كده مضفرين شعرهم لغايه هنا، لابسين حته قماشه كده اهوت ورامينها على كتفهم، ومن فوق ما كانش في حاجه، لابسين عقاد ومعاهم ولاد ومعاهم معيز كتير قوي. فقربت منهم اكلمهم، جريوا، فضلوا يجروا يجروا يجروا، سابوا عيل ومعزه عند اخر شجره بعيد كده. وفضلت مستنيه، ما هيرجعوا ياخدوهم اكيد يعني. محدش بيجي. حاولت ادي للبيبي الصغير، عند حد كده بتاع 6 سنين حاجه، اكل يصرخ، وحطيت جنبه حاجه حتى حاول ياكل حاجه تفهه. مهم انا ايه، فضلت قاعده مستنيه جنب المركب. وعلى المغرب كده رجعت واحده من الستات دول، ومعاهم راجل لابس عمه، وراجل تاني كده كنت فاكراه ست في الاول، ضفاير حوالين رقبته، وشعره من فوق من عامل زي الشمسيه، وفيها حاجه محطوطه كده زي خشبه ولا حاجه. وواحد منهم يعني شكله كده زي السودانيين شويه، والتانيين ما لهمش، ما شفتش حاجه شبههم قبل كده. جيت اتكلم معاهم ما بيفهموش عربي، يعني هم يتكلموا لغه وانا بتكلم لغه، في الاخر ما فيش طريقه فهم، ما فهموش غير كلمه واحده لما قلت لهم كده انا اسوان. فهم ابتدوا يشاوروا احنا ابرق. فجبت الخريطه من المركب وابتديت ابص، لقيت ان هم بيحكوا على بير مفروض قديم من ايام الفراعنه في وسط الصحراء، والمفروض ان ما فيش عنده
سكن ومفيش يعني حسب الدوكيومنتيشن بتاعتي مفيش حد هناك. فقلت وديتهم دقيق وديناهم سكر وديناهم حاجات كانت معانا في المركز، خدوا الحاجات. وبعدين تاني يوم الصبحيه بدري جم واديناهم حاجات تاني. وبعدين بتفرج على ضفايرها قالت لي تعالي كده، ده اللي فهمته يعني. والمراكبي والميكانيكي زعيق زعيق، ما تروحيش ما تروحيش، لا هروح. خايفين عليك. هم هيقعدوا 3 ايام، هم اساسا كل حاجه خايفين، مش عايزيني حتى انزل احط رجلي من المركب. فكنت بنزل برضه. المهم رحت اتمشيت معاهم حوالي ساعه ونص كده. وصلت عند حاجه انا شايفاها من بعيد، حجر مدور كده، اتاري دي بيوتهم. عشان كده الناس ما كانتش بتشوفهم. البيوت عباره عن حصير متضفر من نخل الدوم، مدور كده هوت، عامل زي الزلط الكبير في بطن الجبل. فالناس مش بتشوفهم. دخلت جوه وقعدوا ضفروا لي شعري. 3 ستات كان شعري طويل، عملوا 380 ضفيره لازقين في شعري 3 ادوار. وحطوا لي فيها زي الراسته كده، زي الراسته، الضفاير الصغيره الرفيعه. ضفاير رفيعه خالص. ما كانش ساعتها معروف، ما كانش فيه بودارك بقى، وما كانش فيه الحاجات دي كلها. يعني حتى يعني كان ممكن نشوف شويه صور لحاجات كده شبه كده ان افريكا. المهم هم ناس لقيتهم لطاف قوي ولذاذ شويه. وفي واحد كان بيتكلم كلمتين 3 عربي يا دوب يعني. فهمت منه ان في ناس كتير ساكنين في ابرق. ففضل جوه نفسي ان انا عايزه اروح ابرق دي اشوف فيها ايه. وانا رحت عشان اشوف الصيادين، ولقيت الناس دول هم. ابتديت بقى اشوف ما عندهمش كبريت، عندهم زلطه وحته حديده مدوره كده، وبيعملوا كده هوت، وعندهم هدوم حته قماشه فيها زيت. فابتدوا لما اوريهم الولاعه يقولوا لي ايه ده. ابتدينا يعني كان في نوع من الاخذ وعطا بينا وبين بعضينا. رجعت مصر، حكيت للي بعتوني اعمل ريسيرش اللي انا لقيته. فقالوا لي لا انت بتهيألك حاجات، انت اكيد ركنتي في حته غلط. وبعدين انا كنت عيله صغيره ومش مش عايزه اوافق ان هما ما يصدقونيش. فرحت جبت استاذي وجبت استاذ تاني وقلت لهم تعالوا معايا، ونزلتهم في المركب ورحنا تاني وصورنا كل اللي شفناه ورجعنا. قالوا لنا لا بصوا بقى انتوا الاول انا بيتهيألي حاجات لما خفت هم بقى اتقال لهم لا انتوا اكيد دخلتوا في الناحيه الثانيه وشفتوا ناس جايه من السودان معديه، تخيلتوا ان هم قافله الجمال دي ان هم ساكنين هناك. اخدت بعد كده هوت على اعتقد ان انا حسبت ان الناس دي موجوده، وحاجه جرت حاجه. عرفت بعد شويه ان هم عايزين يدفنوا النفايات الذريه بتاعت دول اوروبيه في المكان ده، وكان في اتفاقيه ممضيه خلاص يعني. فهم مش من مصلحتهم ان احنا نتكلم في الموضوع خالص. ومره اتقال لي كلمه اصل هم ما عندهمش ولا شهادات ميلاد ولا شهاده وفاه اثبتي. المهم انا رحت لاستاذي وقلت له بص انا هنزل هناك لغايه ما انتوا تحاولوا توقفوا الاتفاقيه عن طريق بعض الاكتيفيستس الناشطين هنا. ورحت نازله. الاول قعدت في حاجه اسمها المناخ. ده ايه المناخ؟ ده حاجه شبه بيوتهم يعني؟ لا، مناخي دي منطقه مش عندهم جوه. منطقه على بعد 40 كيلو شرق اسوان، اللي بيقولوا اسمها المناخ عشان ده المكان اللي بينخ فيه الجمل. الجمال لما بيجوا من الصحراء الشرقيه بيقعدوا في حته يستنوا لما حد من اللي هاجروا من 150 سنه يجوا لهم ياخد منهم الجمال ومعيز وحاجات كده، ويجيب لهم حاجات هم محتاجين لها، يحصل تبادل بينهم وبين بعض. هم ما عندهمش فلوس.
فروحت قعدت في المناخ، اتعلمت شويه من اللغه دي من واحد تاجر بتاع نباتات عطريه وطبيه بياخدها منهم. وقال لي ان في يوم من الايام هيجي حد في المناخ ده وهنقدر نقابله ونشوف طريقه ايه نوقف بيها الاتفاقيه. لا لا، اتفاقيه خلاص ماسكينها الاكتيفست هنا. انا مجرد هروح اقعد هناك عشان وهم هم فاكريني جوه، انا بس لسه في المناخ اللي هو على بره على بعد 40 كيلو. لغايه ما اشوف هيحصل ايه. وفي يوم من الايام انا بروح الاوتيل في اسوان وارجع، جالي علي ابن راجل تاجر النباتات وقال لي الحقي الحقي في قافله جت تعالي بسرعه. فانا لبست جينز وشويه ميك اب، كنت شعري قصير، رحت حاطه ميك اب عايزه صغير، عندي 19 سنه، كانت ساعتها الوان موضه وبتاع، ورحت نازله معاه ورايحين عند المناخ. لقيت جمال ولقيت زي الراجل اللي كنت شفته في العلاقي ده، راجل راسه زي شعره كتير كده، عامله زي شمسيه، والضفاير اللي في ظهر راسه، وواحد تاني معاه. وجينا نقرب لهم كده انا وعلي بن التاجر ده. الراجل ده فضل يجري 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 اكنه شاف عفريت. سنين فاتت بعد كده وقال لي افتكرتك عفريت، ما انت شايفه شكلك وكل وشك الوان. هو انت عارفه انت راجل ولا ست لابسه كده. هو المهم قعدنا شويه، ما هم ما بيتكلموش برضو عربي، وانا حتى الكلمتين مش عايزين يردوا علينا، يعني نوت انترستد خالص. حاولت اتكلم معاهم شويه ما نفعش. بعدها بيومين 3 كده جالي علي تاني قال لي حسن ده الجمل بتاعه مات واخوه كان سبق، تعالي نروح له يمكن تقدري توصليه جوه يمكن يرضى ونحاول نفتح كلام معاهم تاني كده. فرحت له وقعدنا، هو بيترجم بقى بينا. قلت له العربيه دي، كان معايا لاند كروزر صفرا بيك اب كده، العربيه دي الحاجه دي ممكن تاخدك هناك؟ قال لي جرب. وبعدين قلت له طيب. طبعا الحكومه كانت مدياني العربيه، واخر حاجه هيرضوا ان انا اعملها ان انا اروح المستوطنات النوبيه عشان اقول لهم ان انا هبات ليلتين. فقلت لهم انا رايحه المستوطنات النوبيه اللي في الشرق. فالمهم وافقوا، وعشان اكسب وقت ما استنيتش اسافر بكره، خدت السواق وكده وابتدينا الساعه 2 بالليل نتحرك عشان يبقى كسبنا مشيت الليل، يبقى عندي ال3 ايام نوصل للحته اللي اسمها ابرق والأمريت اللي انا كان نفسي اروحها دي قوي. فطلعنا، وحسن ده عمره طبعا ما شاف عربيه، والراجل السواق عايزه يقول له شمال يمين شمال يمين، وهو يطلع ايده بره العربيه الصفراء يخبط على الباب كده ويعمل لها كده. هو مصر يوجهها يعني. هي جمل زي الجمل بتاعه بيمشي شمال واليمين. وفضلنا كده هو طول الطريق بيحاول هنا نغرس هنا نوصل هنا. المهم ان الصبح الساعه 8 تقريبا وصلنا عند حته عند بير ابرق. اتفرجت عليه اللي هم الناس دول اهلهم هناك، ولقيت كتير قوي، يعني 12 واحد من الكوكونز دول اللي بسميهم زي بتاعه دوت الأز، البيوت المدوره دي هي عليها حته كليم اللي هم بيعملوه الغزل بتاعهم ده والحصير المتضفر. وجواه الستات دول هم اللي خايفين ومرعوبين وخافوا جدا من شكل العربيه، اترعبوا يعني. فاحنا داخلين على الأمريت اللي هي المكان اللي فيه اهل حسن، قال لي خلي العربيه بعيد عشان اهله ما يتخضوش، ما يفكروها حيوان، ما عمرهم ما شافوا حاجه كده. فالمهم احنا دخلنا الأمريت وقعدت معاهم شويه، وابتدوا يسالونا على حاجات، اقول لهم انتوا منين؟ انتوا يعني انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا منين؟ انتوا ايه؟ فقال الردود هي برضو بالترجيح بقى ساعتها احنا بتوع هنا. هو هنا ده بتاع مين؟ فهم ما عندهمش وعي كافي هم في انهي بلد. لو هي بتاعت مصر احنا مصريين، بتاعت السودان هي ده حتتنا. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ هوت بنرعى، ده بلادنا. واتصاحبت على حسن ده هوت واخوه جامع، وابتدى عرفنا لبقيه الناس. وقررت ان انا رجعت على اسوان، قلت لهم انا لقيت المكان ده وانا هروح اقعد فيه شويه، وخدوا عربيه الحكومه بقى ورجعوها لي كمان 3 4 اشهر. لا 3 4 اشهر. وخدت خيمه زرقاء صغيره كده مدوره زي بيوتهم وحطيتها، وبدات رحلتي الصحراء من هنا. بعد الرحله دي على طول رحتي حضرتك لقبيله البشارية والعبابده؟
ما هم دول منهم. دول منهم، بس دول الفرق بينهم وبين العبابده والبشريه اللي النهارده كل الناس سمعت عنهم، ساعتها حتى دول ما كانوش معروفين خالص. دول اسمهم ناس الجبل. ناس الجبل از اوبوست تو ناس الاسفلت. ناس الاسفلت دول اللي هم ساكنين على جبال البحر الاحمر، فبيشوفوا الناس المعديه والناس اللي رايحه. اما ناس الجبل دول ففضلوا موجودين هناك الاف السنين، لا بيطلعوا ولا بيروحوا ولا بيتكلموا عربي ولا عندهم فلوس. طب عايشين على ايه؟ عايشين في دنيتهم اللي هي كافيه لهم. بيرعوا عندهم معيز بيرعوها، وعندهم جمال، وعندهم جبال بيطلعوا يلموا النباتات العطريه والطبيه من على الجبال وينشفوها على قد احتياجهم. محدش يعني، ودي حاجه انا هحكيها لك. مثلا واحنا رايحين الرحله دي، يعني انا واحده في الجامعه الامريكيه وكنت في الانجليش سكول ومتربيه وبعتبر نفسي مؤدبه واهلي ربوني. كسفت من نفسي وانا مسافره مع حسن. ليه؟ انا كنت واخده معايا لاهله شوال دقيق وشوال سكر وشويه زيت وشويه حاجات ممكن يستعملوها. كان اهله عندهم، كان جاي ياخد حاجات، يشتري حاجات من اسوان ياكل اهله، واهله قاعدين في الجبال، ولما الجمل مات ما قدرش ياخد الحاجات دي فخدناها في العربيه. واحنا ماشيين قابل واحد زيه، شكله زيه كده، فراح فاتح الشوال ومطلع له مالي عندهم قماشه كده بيلبسوها يرموها كده وكده. راح فاتح مالي له حته قد كده من القماشه بتاعته وربطها له. دقيق قد كده، سكر قد كده، وراح مالي له في الازازه بتاعته شويه زيت، واداله ميه، وكان معانا برتقانه اداله شويه. وبعدين جه، انا كان معايا علبتين سجاير في العربيه وانا بشرب سجاير، راح واخد منها 2. قال لي ايه ده؟ لا هو شايفني بعمل كده. قال له كده، وريال ولا فرجيه. خد اول مره. بعد شويه قابلنا واحد تاني وبرده راح مديله شويه. لما في الاخر عبال ما وصلنا قابلنا 4 تنفار، يقعد يقصص في الارض كده. اسمه الخبر. شرح لي ان ده اسمه الخبر، ده طريقه نقل المعلومات في الجبال. يقول له انت مين؟ ابوك مين؟ جاي منين؟ شفت مطر يعني زرع، يعني الارض مزرعه. وقلت له طب ما ممكن يضحك عليك؟ قال لي لا يضحك عليك، مفيش حاجه اسمها كده. شويه وعرفت ان هو، انا بعد شويه ابتديت اقول له لا ما تاخدش سجاير هتخلص. يقول لي ما ينفعش. قلت له يعني ايه ما ينفعش؟ يقول لي ايوه مش هو انسان، لازم تديله من كل اللي معاك. وهو برضو قلت له يعني ايه يعني البني ادمين كتير. يقول لي لا، لمجرد ان هو انسان هو حقه عليك انك تديله من اللي معاك. وماشي في الصحراء لوحده. بعد شويه ابتديت احس ان انا ماشيه طول الطريق ابص كده، ياه 30 ميل متغطي بحنظل، والواحده بربع جنيه، وبضربها زي اي انسان من المدينه. يا خبر، كل الوادي ده متغطي بالحنظل، احنا لو رجعنا احنا ممكن نجيب فلوس قد كده. الله، ده حرجل. الحاجات النباتات العطريه والطبيه اللي بتاكل. بس وانا راجعه، وبعد ما حسيت الطريقه اللي هم عايشين بيها، وانا راجعه من نفس الرحله مش بعدين، ابتديت احس زي، عارفه لما تروحي البحر وتلاقي ودع كتير قوي اول يوم تقعدي تلميه وانت راجعه من رحله الصيف ما تاخديش حاجه. فهناك لاحظت الناس كلها بتدي بعضيها وبتقسم، ومحدش عايز يخطف حاجه من حد. والنباتات العطريه لما بيجوا يلموها عشان ياخد حاجه عشان يتاجر فيها، بياخد على قده، على قد احتياجاته. هو محتاج شويه سكر وشويه دقيق. مفيش طمع، مفيش حد بيخطف من حد. ما هو الطمع بيتكون من الخطف، من الاحساس ان كان في نفسك في حاجات ومش هتحصلي عليها فتلحقي تحوشيها. الحقيقه انا كمان يعني معجبه قوي بلبس حضرتك، يعني مش عارفه هو ينتمي فين لمصر، يعني في اي منطقه يلبسوا اللبس ده؟ ده من جبال البحر الاحمر، وهو ينتمي للصحراء. حياتي مع البدو بعد كده علمتني ان الصحراء ملهاش بلاد. الصحراء هي مكان واسع بدون حدود. الحدود دي بيرسمها الانسان. يعني ياما حصلت مشاكل بسبب موظف الحدود يروح حاطط حد في الصحراء الشرقيه بين الولد وابوه او امه،
بيتهم عشان هو قاعد في التكييف وعنده خريطه، فيقوم عامل خط كده بين محافظه البحر الاحمر ومحافظه اسوان. واحنا عايشين هناك بسال مره واحد من البدو انت بتشتغل ايه؟ فقال لي مهرب. يعني مهرب؟ اتخضيت. بتهرب ايه؟ قال لي بودي دقيق لامي. فقلت له يعني ايه بتودي دقيق لامك؟ قال لي ايوه انا بشتغل اودي دقيق لمامتي وخالتي وارجع. بس الخط اللي هم حاطينه، فالظابط لما بينزلوا يروحوا ماسكين يقولوا انت مهرب. مهرب يعني ايه؟ فهو مش شايف ان مهرب حاجه وحشه. في يوم من الايام واحده من البدويات بتقولي باباكي بيشتغل ايه؟ فقلت لها عايزه اقول لها بالتصدير والاستيراد وكده، فبقول لها بياخد حاجات من بلاد يوديها بلاد تانية محتاجه لها، ويجيب من بلاد حاجات احنا محتاجين لها. فقالت لي ايوه ايوه مهرب. قلت لها لا مش مهرب. ده بيعمل حاجه حكوميه ومشروعه يعني مشروع. قالت لي ايوه مهرب حكومي. فابتديت الاحظ ان هم الجمل اللي عندنا الكبيره دي اللي ليها معاني صعبه مش بتدي له نفس المعنى. انت لما تشاوري عليه تقولي انت مهرب عشان بيودي الاكل لمامته فهو مهرب، مش زعلان يعني، مش معتبر ان دي حاجه غلط. فالصحراء برضو بتديكي افق تاني، بتبتدي تسالي نفسك اسئله. الصحراء يعني عملت في دكتوره شهيره فوزي غيرت فيكي ايه؟ غيرت كل حاجه، خلتني بصيت تاني لكل حاجه اهلي علموها لي. زي ما كده اكتشفت ان احنا طول الوقت بنطمع، طول الوقت طماعين، عايزين ناخد 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 ناخد، وهم بيقسموا، هم مش محتاجين حاجه غير اللي حواليهم. المدينه مكان فيه حاجات كتير قوي بس انت مش عارفه تتعاملي معاها. في الصحراء كل حاجه متاحه. انت عايزه تكسبي، عايزه محتاجه سكر ودقيق، يعني الفلوس دي عباره عن حاجه بتتعاملي بيها مقايده، بس هي في الاخر هي الفلوس هي عباره عن حاجه، بدل ما تشيلي الحاجه في ايدك تروحي تقيديها، فانت بتتعاملي بيها وهو يروح ياخدها. الطمع ده حاجه طلعت في المدينه، الناس تخيلت انه كتر الحاجات بتسعدها. في الصحراء لا، في الصحراء كتر الحاجات دي متعبه، بس اللي عايز حاجه هيطلع، هيتعب، هيسعى، هيحصل عليها. هتطلعي الجبل، هتلمي شويه قش، هتروحي عند الشجر القديم هتقطعيه وتدفنيه وتحرقيه وتعملي فحم وتلميه في شوال وتاخديهم اخر السيزون. في نوعين من القوافل موجوده في الصحراء، الدبوكه والجلابه. الجلابه دي عباره عن حسب مثلا اخواته كده هو وقرايبه يلموا من كل قبيله جمل ويطلعوا بيها، ويطلعوا ياخدوا حاجات اللي جمعوها كل الناس في القبيله دي عشان يجيبوا قبل الصيف ما يدخل الدقيق والسكر وزيت، ولو عايزين قهوه وشاي وحاجات كده اهو. وهم بياخدوا من عندهم نباتات عطريه وطبيه، وبياخدوا جمال، وبياخدوا عاده ما بيحبوش يبيعوا جمال الا طب الدبوكه ايه بقى؟ الدبوكه عباره عن الضرب ال40 رحله الجمال من اسوان. الرحله اللي بتيجي من السودان لمصر بالجمال، ودي الجمال اللي الناس ممكن تتاجر فيها. في نوعين من الجمال، في بناجير والكلايوا ودول بتوع الصحراء الشرقيه، اما الجمال الثانيه فجمال بتعدي في الصحراء الغربيه ضرب ال40 والصحراء الشرقيه ساعات عشان تتباع. الجمال الكلايوا وجمال البناجير دي جمال غاليه جدا جدا جدا، التانيين رخاص. فاكره مره ان في راجل عجوز انجليزي جا وانا صغيره هناك وقال لي انا بقالي سنين كنت في الاربعينات واقف هنا بشوف بيهربوا ايه. الراجل ده كان بيهرب حاجه وفلوسه تزيد تزيد وانا مش عارف كان بيهرب ايه، فانا طلعت على المعاش وجيت بس عشان اساله، نفسي اعرف كان بيهرب ايه. فراح لعم النبي قال له إيه انتوا كنتوا بتهربوا ايه هناك؟ انا عايزه اعرف. انا دورت، جبت مكنه عشان اشوف لو انت بتبلع الجمل حاجه، لو في دورت على كل حاجه قبل ما اموت لازم تقول لي انت كنت. اول حاجه انا كنت بهرب جمل كيلايوا وارجع بجمل لحمه، ده ثمنه كان ساعتها 500 جنيه، تاني 5000 جنيه. النهارده ثمنهم مئات الالافات زي الحصان العربي. ف ده حاجه حد بيعدي الحدود بحاجه. البدو بعد شويه لما قعدت معاهم ابتدوا يكلموني عن ايه اللي هم بيعملوه هنا. جدتهم ما عندهمش اي معلومات غير الجد للاب، الجد للاب. وهم فاكرين او ما زالوا فاكرين ان هم بيحرسوا الذهب بتاع الفراعنه، وطبعا ما حدش قال لهم ان الرومان ما بيعدوش.
فهو جده قال له ان الرومان معاهم الخريطه، فبرضه حكوا لي ان الرومان معاهم الخريطه، هم هيقولوا لي الخط اللي بيعدي منه الرومان بيعدوا منين. فهم الصحراء مكان يعلمك ان الدنيا ممكن تبقى قد كده اهو، وممكن تبقى قد كده اهو، ومش بكبرها وبكترها بتسعد الناس. صحيح. في المدينه الناس مع الاسف مش سعداء، وده ما حسيتوش الا عشان انا جيت من المدينه ورحت اعيش في الصحراء. دكتورة شهيرة، قلتي لي قبل ما نصور انه الناس في الصحراء سعداء، بيصحوا الصبح فرحانين ان في يوم جديد طلع عليهم. احنا في المدينة هنا مش حاسين بده. هو انا زي كل اهل المدينه لما رحت هناك اكتشفت ان انا مش رايحه مكان مختلف، ولكن انا رحت دنيا مختلفه. يعني قلت لك في الاول ان انا اتكسفت من نفسي ومن طريقه تفكيري، وكل يوم كانوا بيكسفوني اكتر واكتر. يعني حتى وانا بحاول افهم منهم، مثلا يعني لو انا خدت الجمل منك عشان اشوف الوشم بتاع الجمال بيتحط ازاي، مثلا لو كذا، لغايه ما اكتشفت حتى ان ما عندهمش حاجات مخيلتهم بتاعت مثلا والتسالي مش موجوده. نتج عن ده ان هم ما بيكذبوش. مفيش الفكره بتاعت يضحكوا لو حد قال لهم حاجه مش راكبه على بعضها، ما بتعتبرش حاجه وحشه، بتعتبر حاجه مش مفهومه. فأهل الصحراء علموني أراجع نفسي في كل حاجة. يعني هل هي كوباية عشان مامتي قالت لي إن دي كوباية؟ أنا في يوم من الأيام عملت بانجلو وأخدت ترابيزة السفرة وما دخلتش في الباب، والكراسي ما كانتش جت، فحطيتها قدام البانجلو بتاعي. يعني بعد الوقت بقى بنيت بيوت وبقيت أعمل طوب وأكون الطوبة بتاعتي، وجبت ناس من الجورنة، وبدأنا نكون من المواد المحلية اللي موجودة طوبة تنفع أبوة وحيطان. طبعا الحكومة ما كانتش موافقة ان انا اقعد هناك، بعد كده كان في مشاكل جامدة فما ادونيش اسمنت وحديد، فحفرت ال 45 بير انا والبدو اللي لحموا بين البحر الاحمر وبحيرة ناصر بالحمرة والجير وبطرق افريقية قديمة بالخشب. ف وانا عامله البانجلو عشان اعمل ده كله حطيت ترابيزة السفرة. رجعت وانا جايبه الكراسي لقيت الناس البدو اللي قاعدين هناك قاعدين 12 واحد تحت الترابيزه بيعملوا قهوه الجبنه، مولعين الحطب وبيعملوا قهوه في الفخار. فقعدت معاهم شربنا فنجان قهوه، وبعدين قلت لعم علي يا عم علي انا ايه هشيل الترابيزه عشان ادخلها، النجار جه يفك البتاع. فقال لي ايه هتشيلي الترابيزه دي وهي شايله الشمس من فوق راسنا؟ دي حلوه قوي. قلت له عشان دي بناكل عليها. قال لي تاكلي عليها ازاي؟ دي عاليه كده فوق. قلت له ما وريته الكرسي، قلت له ده انا هنقعد عليه. قال كمان هتشعبطوا على البتاع دي عشان تاكلوا؟ ده ايه التعذيب ده؟ بدات اسال نفسي هو مين اللي قال لنا نقعد؟ ما احنا قاعدين على الارض، على الارض على حاجات سبريدز كده مش حاطينها اللي بينسجوها. فتبتدي تسالي نفسك طول الوقت ليه؟ ليه؟ هناك انا كنت بطلع الكرفان بتاعي وانا طالعه رحله القافله بتاعتي، بطلع بالجمال بطبخ من غير ادوات. انما لو رجعنا على الكامب بقى عندي حديده بعمل عليها العيش، الحاجات التقيله دي. هي غير كده انا الكامب بتاعي بيدوب فيها كام فنجان وحته بتاعه القهوه الفخار محطوطين في علبه جلد بالقش. وبعمل العيش بتاعي ازاي؟ اجيب الحطب علموني كده ونولع النار وبعدين نزقه، واجيب العيش نفرده على القماشه ونروح حاطينه على الارض ونروح مغطينه بالرماد. بعد شويه نخبطه خبطتين بالعصايه وبيبقى الرمله انفصل عنه خالص وبيتاكل. اللحمه بنطبخها على الحجر. فانت ما انتش محتاجه حاجات. وهم طول الوقت بقول لك بياخدوا بس على قدهم، وكل حاجه هم محتاجين لها بيروحوا يعملوها ويجيبوها وبتسد حاجتهم. مشكلة ان في المدينة لما رجعت لقيت ان الناس مش عايزة تسد حاجتها. الناس عايزة اكتر من حاجة. عايزة حاجة هي مش عايزاها، هم متخيلين ان هم عايزينها. وبعدين ابتديت الاحظ حاجة. يعني انا فضلت اعمل طول حياتي مشاريع في الجبال وفي الصحاري وفي القرى للناس البسيطة عشان تقدر تنجح في حياتها. فروحت مثلا مرة في سوهاج، الستات كانت عايشة كل شهر تاخد 2 جنيه علشان بيعملوا شويه لبن على شويه جبنه وبيض وكده وكانوا كافيين. بس يعني كان ممكن يبقى عندهم اكتر ويعيشوا كويس، ولادهم ما كانوش بيقدروا يخشوا المدارس. فقلت اعمل لهم مشروع لما سبت الجبل عشان يزود دخلهم. لما وصل دخلهم ل 200 جنيه ما تصورتش ان انا اول مره حطيتهم على اول طريق الفقر.
لانه اشتروا تلفزيون بالتقسيط. وبعدين لما جابوا التلفزيون ابتدى يقول شيبسي وكريسبي وشوكولاته وبونبوني. هي كانت بتعمل لاولادها كده سمنه ودقيق وتبقى حاجه حلوه، وبتعمل لهم بطاطس محمره، وكانوا الولاد ما عندهمش احتياجات، كانوا راضيين ومبسوطين وسعداء. لما بداوا يشوفوا حاجات مش عندهم ابتدوا يطالبوا امهم بيها، ابتدت امهم تحس بالعجز لاول مره. فحسيت ان انا وانا بحاول اساعد حطيتهم على اول طريق الفقر. فالناس في المدينه مع الاسف لما رجعت لقيت، يعني انا مشيت وانا صغيره قوي، فلما رجعت ابتديت افوق اشوف في ايه اللي حصل خلى الناس كده. احنا كنا نشمر، واحد بيبني بير بيحفر بير كلنا نشمر، لو عندي زائر سفير بيشمر وبننزل نساعد الراجل اللي بيحفر بير. انما في المدينه كل واحد حاقد على الراجل اللي بيبني العماره. هم الناس اجتمعت في بعضيها وما بقاش في الانسانيه اللي موجوده بين الناس وبعضها. ففقدوا شيء جميل جدا كان بيخليهم يبقوا بني ادمين. حميميه العلاقه. مش بس حميميه والاحساس ان عليا ليكي حاجه، كونك جارتي وكونك انسانه وكونك ساكنه هنا، كونك في المحل اللي جنبي ولا في المكان ده ولازم اقوم بيها، ده واجب. كل ده فقد، وسادنلي بقت كل واحد عايز يبيع للتاني حاجه. كل واحد طمعان في حاجه، وكل واحد متخيل ان كل ما يكسب اكتر يتهيأله ان لو انا عندي قد كده هبقى مبسوط. اول ما يوصل له قد كده يبقى طمعان في حاجه تانية فيبقى مش مبسوط. فابتديت اكتب في حاجاتي بقول ان الناس في منخل المفروض نعمله بين العوزه ان انا عايز وان انا محتاج. لان وانا في الجبال انا مش خايفه على حاجه ولا حاجه بتعوق حركتي، انا في حريه جميله. انت متمرده؟ انا مش متمرده، انا لقيت السعاده والحريه وعرفتهم، ولو عرفتيهم صعب قوي انك تقبلي بغيرهم. انا شايفه في الستاير اللي ورانا او القماشه اللي ورانا فيها موتيفات كتيره من الصحراء ومن البدو ومن كذا. كلميني عنها شويه، وانا عايزه كمان اشوف بقيه الحاجات، بس واحنا هنا الاول كلميني على بعض العناصر اللي حضرتك حطاها في الشغل بتاعك. هو انا طبعا حاولت ارجع المدينه مره واثنين وثلاثه، وكل ما برجع اروح على صحراء تانية بعدها او اقعد شويه سنين، لغايه ما في الاخر كنت عايزه اقعد مع اولادي لانهم مضطرين يدرسوا. فرجعت على القاهره وعشان اقدر اعيش كونت صحراء صغيره لنفسي. المكان اللي احنا فيه اسمه الخيمه، يمكن بعض الادباء بيسموه صالون فلانه وصالون علانه، هي دي قيمتي ودي حياتي الصغيره. وبعدين ابتديت اعمل كونسبت اسمه صحراء. صحراء مش صحراء يعني الصحراء الشرقيه ولا صحراء اليمن ولا الصحاري اللي انا رحت عشت فيها، ولكن هي حدوته الصحراء السعيده بحكي حكايه الصحاري والناس السعداء للناس اللي في المدينه من خلال حاجات هم يفهموها. الموتيفات اللي زي كده يعني دي حاجات من دي اوشام ودي النخله وده العلم بتاع الستان لما بيولدوا بيعلقوه على الخيمه، وده الكف المنتشر في كل المناطق الصحراويه والحلق البدوي. ده شغل كانوا بيشتغلوه في منطقه العريش قبل فلسطين ما تتاخد. فالمنطقه ده بالمكنه غير الكريس كروس غير الغرزه الاكس دي. وبعدين قل جدا اختفى لان القبائل اللي كانت بتعمل دهوت كانت على الحدود وحصلت مشاكل فبدأ يندثر خالص، فبعيد تقديمه. ده الناس بتوع سوهاج اسمه المنسج، كان في ستات 3 المنسج ستات ده نوع القماش ولا نوع الغرزه؟ لا ده الحرفه دي اسمها المنسج. وهي رسومات قديمه بسيبهم ينطلقوا هم براحتهم يعملوا زي ما هم عايزين، وبعدين انا احوله زي ما حواليكي دلوقتي لستاره لمخده. فالصحراء هي عباره عن حكايتي للمدينه عن حياتي او حياتاتي اللي فاتوا. دكتوره شهيره، خلينا نلف شويه في الخيمه بتاعت حضرتك ونشوف اهم الحاجات اللي فيها. اتفضلي. انا شايفه دي في الاول كده حلوه خالص. دي ايه؟ دي من الصحاري العربيه. انا زي ما بحكي لك ان انا بحكي للمدينه حكايه الحريه، فانا بحرر كل الحاجات اللي كانت محبوسه زي الرسومات القديمه اللي كانت في السجاد العثماني، الكف الجميل اللي بيلبسوه في الصحراء، بعض الشغل بتاع البدو اللي ما بيتحطش غير في جلابيه، فبحولهم لحاجات ممكن العالم بتاعنا احنا يلبسهم، فهم يبقوا بيعملوا لهم اعمل لينك بين المدينه وبين الصحاري.
وبين الفنون اللي اتدفنت من زمان في كتب بس محدش بيبص لها، زي الرسومات القديمه، الهبه. وريني كده الرسمه الفارسي، هديكي حاجه تلبسيها لذيذه. زي كان الفرس ايامها كان في رسومات شيعيه ففضلت جوه الكتب، السنه مش عاجبهم والشيعه مش عاجبهم، قررت وعاجبني من زمان قوي، قررت مثلا احررهم. انا ام كلثوم كنت بسمعها طول الوقت في الصحراء، كانت بتفكرني بمصر. لما رجعت لقيت نفسي بعرض الصيغه وحاجتها على الرمله، فبقت تفكرني برحلتي. فبدل ما ده كان عليه بعض الدعاءات الدينيه سواء الشيعيه او غيره، قررت ان انا احولهم. بصي دي كيف رسم الطائر كده؟ دي الصقر. كيف انساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي، انها قصه حبي. فحولتهم لاغاني ام كلثوم اللي انا كنت بسمعها في البدايه، ومكتوبه كمان بالخط نفسه، وبكتبها بالفردوس تاني عشان الناس تقدر تلبسهم. وده طبعا القماش اللي بيتغزل في الصحراء، هو قطن على صوف، ومفيش اي حاجه معموله في صحراء بيستعمل فيها كهرباء. طيب اسمحي لي بقى عشان اخش معاكي في الجو، انا هلبسه. اتفضلي. ايوه. فالهدوم اللي انا بعملها او الستاير او المخدات هي عباره عن حكايه، كل قطعه منها حكايه بتحكي حكايه معينه وبمضي عليها، ودي حكايتي لهم. هي لوح بدل ما بتتعلق على الحيطان بتتلبس عشان الناس تتمتع بيها، عشان ده كمان جزء. والهدوم بتاعتنا معظمها ممكن تتلبس في الصيف وفي الشتاء، مفتوحين من الجناب، وعباره عن حكايه الست الفعليه، حكايه القماشه اللي هي بترمي على نفسها قماشه جميله احساسها حلو، ما فيهاش اي نوع من الخلط، هي قطن او صوف او حاجه بصحيح، وبتحكي جواها حكايه بصحيح. حلوه قوي قوي، يعني شغله حلو جدا على فكره، وانا شايفه كمان شغل هنا احلى. هو دي بقيت مثلا دي البلاك اند وايت كولكشن، ده بقيت ام كلثوم مثلا، انا زي اللي عندك دي كيف انساها، اغنى من الحاضر ولذاته فليس في طبع الليالي الامان، والقلب قد أضناه عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال. ودي في منها كولكشن كبيره جدا، كل الحيوانات وكل الاشكال. ودي كولكشن الجديده برضو معموله على الفساتين، مش فساتين وما انا هسميهم زي الصحراء اللي هو حته القماش، وبنعمل منهم ستاير ولبس البيت. وده ببدل الورقه الباج القديمه مطرح ما نابليون رسم، والناس الرسامين اللي جابهم معايا يحكوا حكايه مصر. فده من وصف مصر اللي عندي الكتب بتاعته، باخد 12 لوحه في السنه من الوشوش و10 من الاشكال، وبعيد صياغتهم في شكل الزي او في شكل الستاره او الخضريه او حاجه للبيت، ورسمين او واصفين ازاي البنات كانت دي فاطمه مثلا زي ما وصفوها لابسه الصيغه البدويه. وهنا الستات بيملوا الميه الزير بتاعها والتانيه شايلاه. هنا اشكال كتير من الكتاب محطوطه في 6 اتجاهات عشان متعلق من اي مكان، فيها الالماظ وعبد الحمولي، وفيها الهرم، وفيها الولد النوبي والراجل ابو جمل. يعني دي ايه بقى؟ دي الكولكشن بتاعت الصيغه بتاعت السنه اللي فاتت بتاعتي. كنت رميتها كده على قماشه سودا علشان افرجها على حد، لقيت شكل الديستريبيوشن حلو فصورته وبعدين عدته. فده الحاجات اللي بتتعمل بالفضه والذهب والنحاس، كلها بتتفرغ وبتتحط زي هنا هو. انا عايزه اقول لك من اول ما دخلت معجبه جدا باسورتك. دي ايه الماتيريال دي؟ ده فضه وده ذهب وده روبي وده زمرد. في الصحراء هما لما حلق ذهب بتاعهم بيتكسر عشان ما يروحش عليهم بيسيحوه ويقطعوه مربعات، يطبقوه يلزقوه تاني فوق الفضه بتاعتهم. فدي خرفه من قديم الازل موجوده. حضرتك اللي عامله الشغل ده؟ الاسوره دي حضرتك انا اتعلمت صياغه في الصحراء، وطبعا عندي ناس بتساعدني وكده اهوت، انا برسمهم. ودي من اجل عينيك عشقت الهوى، ودولت نفس الكلام اللي مكتوب على الخدودات بس بيتحط في شكل حلق. ده مثلا ده هم اللي عاملينه، ده اولد وانا بس ببروزه. بس رسمته مختلفه. ده عشان دول بيتجمعوا منهم زي ما هم كده، هم عاملينه بايديهم، وبعدين انا ببروزهم عشان اقول ان ده ارت. فكده في يونيتي بينهم. مين اللي قمر دي برضو فاسيولا ايزيانا، يعني بنت من مصر زي ما رسموها نابليون، المجموعه اللي معاه والامضه بتاعتهم موجوده.
ودي اديتي على التناول الجديد على القماش المغزول على الايد، بصي عامل ازاي. ايه الماتيريال دي اصلا؟ ده قطن مصري بس مش متنضف، يعني زي ما هو كروت وبيخش يتغزل. وشها حلو قوي، يعني ده المفروض انه البنت المصريه دي من وصفه مصر، برضه من مجموعه وصفه مصر. دي اتفضلي كده قسي لي دهوت. دي عيشه. دي البنت اسمها عيشه. بصي ده الظهر بتاعه. فهي بتحولي الحاجات دي لمودرن برودكت، تخلي الناس اللي عايزه تاخد حاجات اللي هم اهل المدينه يلبسوه. ده كده يا اما بتلبس كده وسايبه دي فاضيه عشان كده يبقى دي دايما باينه. كل شكل واخد عايشه من هنا ده معمول ليتوجرافي. يعني طباعه بارتفاعات معينه. لو حطيتي صباعك حساسه زي ما كانوا بيعملوها ايام ما كانوا بيطبعوا بالحجر. ولو لفتي من ورا ده الكبير بتاعها كله معمول بخطوط رفيعه، يعني يمكن اللي قدام مش باين بس ورا هيبقى باين خالص. عشان هم اشتغلوا المجموعه اللي كانت مع نابليون اشتغلت بخطوط ومربعات. وده كان اول طباعه تظهر في العالم الليتوجرافي ده، وبعدها ابتدوا الناس تطبع كتب في العالم. دي برضو تناول تاني في الستاير وفي الفرش. دي هب املأوا كأس المنى قبل أن تملأوا كف العمر كأس القدر. هي كلها بتحكي اللي أنا بحبه من أم كلثوم، اللي هي رباعيات الخيام والكلام الجميل. يعني ساعة لما ابتديت أعملهم في شكل صيغة أو هدوم أو حاجات، كان قصدي الناس كلها بتدي بعضيها حاجات غالية عشان المدينة حاسين إن لما ياخدوا قطع كتير هيبقوا مبسوطين. فابتديت أقول لهم يمكن لو حطينا فيها كلمتين حلوين يصدقوا إن حد كان قصدي يقول لهم حاجة حلوة. بالظبط، ده الكارد. وده العمدان المملوكي، وده ده الحديد بتاع الجامع بتاع سلطان برقوق. ده الصغير بتاعه وادي الفواصل بتاعته. ده الدواير والمثلثات والحاجات دي الموجوده في كل حته. دي برضو كيف انساها بس بتعامل تاني الاثنين. ده اوشام من الصعيد. ده وش المصحف في الصغير بتاعه. ده الكف تاني. ودي الرباعيات كامله مقروءه، بصي لو بصيتي فيها كده ومعموله في 3-4 اتجاهات. سمعت صوتا هاتفا في السحر هب املأوا كأس المنى قبل ان تملأوا كف العمر واغنى من الحاضر ولذاته. شايفه في كل القصيده كلها مكتوبه، فاللي يقدر يعلق ده مثلا في مجلس او ال شيبس ووراها المخدات المرسومه يا بالمثلثات يا بالدوائر يا باشكال الحيوانات، فيبقى مجلس كبير في الاوضه وكل بيت شعر محطوط في شكل، واللي وراه ستاير بتحكي الحكايه القصيده كلها. ودي الحاجات اللي كانت ملونه اللي بتتجاب من علب الايس كريم والاوشام والمركب بتاعت اسوان والنخله، بس معموله بطريقه مور مودرن. ودي ورده القط. ودي هي غدا القاه هذه الدنيا كتاب انت فيها القمر، فكروا هذه الدنيا سنه انت فيها القمر، هذه الدنيا طال انت فيها 4 البيوت بتوع غدا القط. وده معظمه من الكلوسترا ورك اللي هو اسقف الجوامع واسقف البيوت، وبرضه بالشعر والشعر الفارسي. اللي بيحصل هنا هو ان احنا بستعمل الصمغ العربي بتاع الصحراء والبودره بتاعت النحاس والذهب. مفيش اي حاجه خالص من الحاجات دي فيها حاجات كيماويه ولا حاجات ممكن ما فيهاش اي الكترومagnetic فيلدز، فبتدي بوزيتيف انرجي. الناس بتحس باحساس حلو وهي لابساها وهي عايشه جواها، بيحسوا براحه فظيعه. لا القطن اتحط في مكن، كله اتغزل على الايد، كله اترسم وكله اتحط وكله معمول في مش بس هاند ميد، هو حاجات ناتشرال. هي حاجات صديقه للانسان وبتدي بوزيتيف انرجي، بتخلي الاحساس طيب وراحه. ده وش المصحف الصغير وده الحلق البدوي. يعني خلاص في الاخر انا بحكي الحدوته، حدوته سحرنا، حدوته بلادنا لعالم اتعود انه ياخد كل حاجه من اوروبا وينقلها. دي قوي قوي.
ده جلد الحيوان، وفي وسطه حطيت الشعر. لما ابتدى بعض الناس تحط حروف واتقالت، فقلت طب انا هبعد عنهم شويه، من اللي بيبتكر قادر انه يبتكر تاني، وخلاص يمكن نكون فتحنا الاف البيوت بان الحروف عجبت الناس وكل الناس بتشتغلها دلوقتي. ده ايه بقى ده جزء من رخامه كانت في بيت السحيمي، وحطيت الشعر في الديل. برضو انا بغير اماكن الشعر عشان الناس اللي حطت حروف وكده يبقى عندهم فرصه هم كمان. بس الرخامه في بيت السحيمي كانت على الوانها دي؟ بغير في الالوان، هي الالوان قريبه في الحاله دي بالظبط، بس انا بعملهم بالوان كتير. حلو قوي. وتحت بحط هنا الا يا حمامه اللواء عدنا عدة. هنا الشعبيات المصرية والخريطة أفريقيا القرن ال15، بس أنا بتناولهم بطريقة زي ما عملت مع وصفة مصر. وفي حتة تانية بقول النهاردة إن مش ضروري نعمل ستارة المدينة زي ما هما كانوا متعودين يعملوها، إن يجيبوا حاجة ويقصوها ويقعدوا يلزقوا جنب بعض وتبقى حاجة تقيلة ولا حاجة فاضية خالص. أنا بستعمل جزء وبعدين بحط له أجزاء تانية، ولقيت إن الناس ابتدت تحب. مش ضروري طبعا، مش ضروري يبقى كله شكل واحد ولا إن يبقى كله بلين. أنا بعتبر إن السيريجرافي اللي أنا بعمله، اللي هي الطباعة اللي بالإيد اللي معمولة من أيام الفراعنة بتتعمل، والرسم اليدوي، هي لوح. بس النهارده ممكن نستعمل شباك الأوضة كلوحة، ممكن نستعمل فستان بنلبس، بس ممكن نحط حواليه حاجة تانية. ده قماش أنا بغزله من قطن لسيدة قطن، وبعدين وأنا باخده بالعرض بحط كتان ملون. ودي زي بتاعت وصفة مصر، الحاجات من الجنب محطوطة، وفي النص في خريطة كانت معمولة زمان في القرن ال15 بتوري أفريقيا، ودي معمولة سيريجرافي برضو اللي هو الطباعة اليدوية. ده طبعا زي ما قلت لك متاخد من علب الايس كريم، دي زي الالوان اللي لقيناها، مرايات وعلب ايس كريم وحاجات اتنقلت من حاجات. يعني كل الحاجات دي مش خيالي، هي ذكرياتي، هي حاجات انا شفتها وعجبتني وقعدت تقديمها تاني. حاجات موجوده في تاريخنا، في تاريخ بلدنا، بس الناس يا ما بيقروش كتب فما بيتفرجوش عليها، ما بيجوش من خلالها. فزي ما اديت الست حريه الفستان اللي هو عباره عن حته قماشه، برضو الحاجات اللي جوه الكتب دي ساعات بتبقى محتاجه تتحرر من الحاجات اللي محبوسه جواها وتطلع للعالم بتاعنا في حتت وفي اماكن ممكن تتشاف. انا الحقيقه شفت كتير قوي النهارده وذكريات حضرتك حلوه قوي. انا استمتعت بيها جدا. اشكرك، تعبتك النهارده صح؟ اشكرك، ميرسي. فرصة سعيدة. ميرسي على الشغل الحلوة والحلو ده، وميرسي ان عيشة كانت معانا النهارده. انا بشكر حضرتك جدا، مبسوطة اني قابلتك بجد. ميرسي. فرصة سعيدة. ميرسي. باي باي. اماكن ما زرناهاش، وحكايات ما سمعناهاش، وناس ما عرفناهاش. يا ترى تكون عجبتكم ولا هتقولوا ما عجبتناش؟